بالنسبة لمحاضرة اليوم فهي تتحدث عن الوقفات الشركسية في يوم الحداد. يوم الحداد طبعا الشركسي من أهم، خلينا نحكي الأحداث، من أهم الفعاليات في الأجندة أو في التقويم الشركسي بالنسبة لنا، لأنه هو اليوم الفارق، العلامة الفارقة. الشعب الشركسي شيء قبل 21/5/1864 وشيء آخر أيضا أو صورة أخرى أو وضع آخر بعد 21/5/1864. طبعا التاريخ هو رمزي، عملية التهجير أو الحرب بالتأكيد قبل كانت في عمليات تهجير لكن 1864 21/5/1864 كانت العلامة الفارقة. احنا بنتحدث عن شعب كان هو العنوان العريض لمنطقة شمال القفقاز الشركسية. عم نحكي عن كل القفقاز، مش كل شمال القفقاز، لأنه لا يوجد شعب زي ما حكينا في محاضرات سابقة جاء القيصر المفاوضته غير الشعب الشركسي. ما في كيان سياسي اعترفوا باستقلاله سواء كان الروس أو الأتراك أو غيرهم سوى الشعب الشركسي. لا يوجد شعب كان له تأثير في التفاعلات الإقليمية آنذاك وكان لاعب أساسي، خلينا نحكي، في تلك التفاعلات سوى الشعب الشركسي. طبعا بقية الشعوب كان لها مشاركات ومساهمات، ولكن ليس بالمشاركة ولم يكون العنوان العريض الموجود للشعب كالشعب الشركسي أو كوضعه ما قبل 1864. شعب كان يكتسح أرضه، شعب كان ديموغرافيا، كثافة سكانية، خلينا نحكي وجودا، كيانا موجود على هاي الأرض في مساحات شاسعة وأراضي مترامية. وجد حاله بعد هذا التاريخ تحول إلى أقلية موزعة على بعض المناطق، وجد نفسه محاصر بآلاف المستوطنين سواء الروس، القوزاق، الأوكران، اليونانيين إلى غير ذلك. وجد نفسه فجأة غريب على أرضه، ومن تم تهجيره ومن تم اقتلاعه من أرضه إلى الخارج طبعا كانت رحلة أو خلينا نحكي معاناة أخرى وألم آخر. ويكفي أن أشير هنا إلى كتاب يعني جيد أن نقرأه، أنه الشراكسة، هو بعنوان الشراكسة في الأردن، مؤلفه هو بروس ماكاي. هذا الكتاب فيه سطر أو خلينا نحكي فيه فقرة قد تلخص معاناة الشراكسة في المهجر. بتحدث أنه كانت في قوة استطلاعية عسكرية من الجيش البريطاني في عمان، مرت بجانب مدينة عمان، شاهدت مجموعة من السكان أو مجموعة بشرية اللي هم الشركسة اللي كانوا موجودين. تكلم أو ذكر أنه شاهد زعماء أو وجهاء من هذه المجموعة البشرية، فكان حسب وصفه الخوف باديا عليهم، الرعب باديا عليهم. ليش؟ لأنهم كانوا خايفين. أنه سألوه السؤال التالي، أنه هل سيتم لما تيجوا أنتم تحتلوا خاصة تطردوا العثمانيين، هل سيتم ترحيلنا إلى مكان آخر؟ تخيل شعب قاتل 100 عام إمبراطورية مثل القيصرية الروسية في كل وحشيتها وفي كل غطرستها، شعب يعني كان له الفضل الأكبر في صد سواء المد المغولي أو الصليبي أو غيره، شعب يمتد حضارته إلى آلاف السنوات، يصبح في النهاية يخشى أن يتم ترحيله من بقعة إلى أخرى. فهاي المعاناة لوحدها، هذا الفقرة فعلا لما تقرأها تشعر فعلا خليني أحكي بالكآبة، بالحزن على ما حل بالشعب الشركسي نتيجة عملية التهجير. لذلك نحكي أن 21/5 هو تاريخ فارق، فعلا فارق. زي ما نقول دائما أو زي ما ذكرت محاضرات سابقة، كل الغزوات اللي حلت منطقة شمال القفقاز أو على الشعب الشركسي كان يتمكن الشعب الشركسي من التصدي لها واحتوائها بطريقة أو بأخرى، ولكن ما حصل بالتهجير كسر ظهر الشعب الشركسي فعليا. عملية التهجير هذه كانت فعلا غير أنها أفرغت الأرض من سكانها من أهلها، دمرتنا فكريا، دمرتنا عقائديا، جعلت فعلا بنا إحنا لملمة لشخصيتنا، نعيد مرة ثانية تركيب شخصيتنا. زي ما تجيب له قزاز وتكسره، بدك تحاول مرة ثانية تلم وتلزقوا مع بعض أو تعيد تجميعه، فهذا صعب جدا. للأسف الشخصية القومية الشركسية تعرضت إلى هذا الانكسار نتيجة عملية التهجير هذا. فبالتالي ليس من الغريب أن تكون هذه المناسبة أو هذا الحدث لها موقع خاص
في وجدان الشعب الشركسي، وبالتالي ينجم عنها أو خلينا نحكي ينتج عنها بعض التحركات أو بعض التأثيرات أو بعض المحاولات لتغيير الواقع أو لدراسة الواقع أو لتقريب الواقع الشركسي ولمحاولة تحسينه. بالطبع منذ التسعينات خلينا نحكي من انهيار الاتحاد السوفيتي بعد 2000 بدأت هناك محاولات لأبناء الشعب الشركسي خلينا نحكي للتصدي لانتكاسات اللي حدثت في روسيا الاتحادية وفي منطقة القفقاز. زي ما نعرف في التسعينات جئنا بروسيا الديمقراطية سواء كانت سيادية أو موجهة، المهم أنه مبنية على مبادئ الديمقراطية والحرية والعدالة، أنه عهد جديد الآن. كان حديث لوقتها رئيس هذه الدولة بوريس يلتسن بالذكرى 130 يعتذر عما حدث في هذه الحرب اللي سماها يعني الروسية القفقاسية، ولكن المهجرين لما ذكر المهجرين بالخارج يعني ما في الشعب الشركسي اللي تهجر يعني، فواضح مين المقصود. كانت رسالته كان هناك اعترافات من قبل برلمانات الجمهوريات الشركسية بهذه الإبادة، وزي ما بنعرف داخل المنظومة التشريعية الروسية هي له بالتأكيد رصيد وله كمان نتائج وله كمان تأثيرات. فكل هذه الأمور اللي ظهرت بالتسعينات بدأت تتراجع بعد 2000. أصبح هناك انتكاسة حقيقية لجميع الإنجازات والجهود الشركسية اللي حدثت آنذاك، فأصبح لزاما أو خلينا نحكي رد فعل موجود بالمهجر على هذه الانتكاسات، خاصة ما يتعلق بجمهورية الأديغية. لما نحكي جمهورية الأديغية نحكي القلب النابض للشركسية، إنك تأتي لإلغائها أو تفكر بإلغائها وضمها لها الكراسندار، مع أنه كلها أراضي شركسية ولكن المسمى طبعا بيختلف جدا. فهذه العملية هذه الانتكاسات خلينا نحكي كانت سببا، وبالإضافة إلى مجموعة أخرى من الأسباب، لأنه فعلا يظهر لنا عملية أو خلينا نحكي يعكس وجهة نظر أو خلينا نحكي السلوك موسكو أو السلطات الروسية، إنه لا تريد احتواء المشكلة الشركسية أو القضية الشركسية، ولا تريد المضي في الإصلاحات، لا تريد أبدا أن تسير في درب هذه الإصلاحات وتحقيق العدالة التاريخية لهذا الشعب. فبالتالي بدأت خلينا نحكي المهجر الشركسي بإعادة أو خلينا ردة فعل جديدة على هذه التغيرات وهذه المتغيرات اللي حدثت بعد 2000. بدأت موضوع الوقفات، بدأ الحديث عن الوقفات أمام المنظمات الدولية، أمام البعثات الدبلوماسية مثل السفارات وغيرها. بدأ الحديث عن عقد مؤتمرات خاصة بالقضية الشركسية وإلى غير ذلك. فكل هذه الحركات خلينا نحكي أو الأنشطة اللي بعد 2000 كانت فعليا هي ردة فعل عن الانتكاسة الحقيقية اللي تسببت فيها سياسة داخلية في روسيا الاتحادية. وبالتأكيد هنا لابد أن نشير إلى ما نذكره دائما، أنه أنت لما تتحدث عن قضية زي القضية الشركسية قضية سياسية بامتياز، فبالتالي أنت بدك تكون عندك القدرة على قراءة النظام الدولي الموجود حاليا وعلى قراءة النظام السياسي الداخلي داخل هاي الدولة اللي أنت جزء منها أو خلينا نحكي أرضك جزء منها. وقتها بالتأكيد كان يساعد ما توجه الشراسة خاصة ابتداء من 2007 لغاية 2014. هذه الفترة كان الجو خلينا نحكي المناخ الدولي يساعد بشكل كبير جدا بأنه فعلا يكون في حراك، يكون في هناك وقفات، يكون في هناك خلينا نحكي جهد سياسي بالمتجر مبذول. بدأ بالتأكيد بال 2007 الولايات المتحدة الأمريكية أمام مقر الأمم المتحدة، كان أول اعتصام أو خلينا نحكي أول وقفة تقريبا، تبعتها مؤتمرات أخرى ووقفات أخرى إلى حين 2014. هذه الفترة من السنوات كانت فعلا الوقفات خليني أحكي ذات تأثير إيجابي جدا، وكان فعلا العمل فيها ما شاهدناه أو ما شاهده المتابع للشأن الشركسي، أنه لأول مرة هناك منظومة قومية عم تتشكل، هناك مجموعة من الناشطين الشراكسة في عدة بلدان عم بيستطيعوا يتواصلوا. هذا شيء غريب بدون ما يختلفوا بدون ما يتهاوشوا، هذا شيء غريب يعني الشعب الشركسي كان يعني وقتها ما في، فهذا كان تطور جدا إيجابي. والأهم من ذلك أنه هاي الوقفات هي الحقيقة،
هلا ننسى العالم الافتراضي الان اللي احنا للاسف اللي عايشين فيه، الفيسبوك وسائل التواصل الاجتماعي. هذا هو العمل الحقيقي. لما بدك تقدم شيء للشعب الشركسي، او بدك تعبر عن رايك، او بدك تسوي فعلا تساهم بشيء او تسوي انجاز، بدك تنقله للواقع. احنا زينا طبعا زي بقيه الشعوب الثانيه العالم، يعني هيك اللي نحكي السيستم الماشي في العالم، انه فرغ عن طريق الفيسبوك. بتشوفوا بيرفعوا اسعار مثلا في بلد او هون بعمان، بيرفعوا الاسعار، بضل الشعب 24 ساعه على الفيسبوك، على الواتساب وعلى الكذا، كلام 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 كلام، وتحليلات وتفسيرات ودعوات للمقاطعه ودعوات لكذا لكذا، لكن عمرها ما رجعت الحكومه عن رفع اي سعر مشتقات النفط او غيره مثلا، لانه هو انا تركت لك مكان تفرغ. لانه العالم، او خلينا نحكي المنظومه الدوليه زي ما حكينا سابقا، اخذت من وسائل التواصل الاجتماعي مكان لتفريغ الغضب. انت لما يكون مخنوق المجتمع او في هناك شيء مش عاجبه، اول شيء بال 2011 ايام الربيع العربي كان انه ينتقل للواقع، لكن ساهمت هذا التطور وسائل التواصل الاجتماعي الى انتقال هذا الموضوع الى ليفل، او خلينا نحكي مستوى جديد، انه فرغ ويقوم بافراغ هذا الغضب، او خلينا نحكي هذه الحاله من الرفض من الكذا الى الفيسبوك، الى وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام. فعلى هذا الاساس يعني زي ما قلنا الوقفات هذه كانت جدا مهمه، لانها هي الحقيقه، هي الاجراء الحقيقي على ارض الواقع. وشاهدنا فعلا تاثيرها، ولاحظوا كيف يعني مليون بوست على الفيسبوك يعني ما سوى اللي سوته هذه الوقفات فعليا بهاي الفتره اللي بحكي عنها 2007 ل 2014، اللي كان اهمها بعد فتره انه بدات القضيه الشركسيه تاخذ حاله التدويل. بالاضافه انه زي ما قلنا صار في تعاون ما بين مجموعه هذول الناشطين، صار عندنا منظومه فكريه قوميه شركسيه ببلدان مختلفه، صار عمليه تدويل للقضيه الشركسيه، اصبح هناك طرح للقضيه الشركسيه على منابر دوليه. هذا الشيء لم يكن موجود بالسابق. هذه الوقفات صراحه ساهمت فيه بشكل كبير جدا، واتت اكلها او ثمارها بال 2011 عندما فعلا وجدنا اعتراف من قبل البرلمان الجورجي بالإبادة الجماعية الشركسية. طبعا ولو انه هذا القرار او هذا الاعتراف فرغ من مضمونه بجهود روسيا الاتحادية وجمهورية أبخازيا المستقلة، ولكن بقي لنا رصيد. هذا رصيد فعلا نحن يعني وقتها كان الهدف، او خلينا نحكي كان يمكن البناء عليه الشيء الكثير، لكن اللي راح نحكيه بعد شوي للأسف هاي السنوات اللي استمرينا فيها، أو هاي السنوات اللي حققنا مثلا فيها الاعتراف، صار عندنا الآن مجموعة ناشطين متواصلين مع بعضهم البعض بمختلف بلدان العالم، أصبح هناك لدينا منابر دولية للحديث، سواء كان مؤتمرات بهارفارد، باترسون، غيرها، البرلمان الأوروبي نفسه تمكن شركسي من تحصيل يوم شركسي بالبرلمان الأوروبي. هذا حقيقة إنجاز. أنت لما تحكي عن شعب فعليا تطلع قبل 10 سنوات ما كان هذا الشيء موجود، فجأة تلاقيه موجود بهذا الزخم الواضح. طبعا هو اليوم التغى لما تحول اليوم الابخازي، وبعد اليوم الابخازي طبعا الاوروبيين زعلانين وبيعتبروها جزء من جورجيا، فخلاصه الحديث انه لغوا كمان هذا اليوم. ولكن وقتها لما تحقق هذا اليوم في البرلمان الاوروبي، انت كنت قادر يعني في كل سنه انك تقدم الشيء الجديد لقضيتك، تقدم ما هو جديد لقضيتك، تحاول انك تسوي كونكشن المهم جدا لقضيتك. فزي ما حكيت هذه السنوات كانت فعلا سنوات ذهبيه، الوقفات تطلعوا على ارض الواقع شو سوت، ونلاحظ شو عملت، شو حققت لنا. طبعا كان 2014 انه عشان اولمبياد سوتشي والاعتراض على سوتشي وعلى الالعاب الاولمبيه، وحتى وقتها كان خلينا نحكي النظام الدولي او الراي العام الدولي مختلف عن الوقت الحالي طبعا. فبالتالي كنا نلاحظ أن روسيا الاتحادية كانت تريد أن تكون جزء من المنظومة الأوروبية، كانت لا تريد التصادم مع الولايات المتحدة الأمريكية، كانت لا تزال في يعني بغض النظر عن أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، يعني كان هذا بالنسبة لهم يعني شأن بعد ممكن أنه يتفاهموا عليه ويمكن التواصل عليه. لم يكن هناك عقوبات
كانت تسعى بالعكس المجلات الأوروبية يعني أو الصحف. مرة في 2008 اختارت أحدها فلاديمير بوتين رجل العام إلى غير ذلك. فكان لسه في هناك روسيا تريد أن تكون جزء من هذه المنظومة الغربية، خلينا نحكي بدها تكون على علاقة جيدة معها، على علاقة متوازنة معها. فكان يمكن استغلالها في هذا الطرق، في هذا المجال بشكل إيجابي أكثر. لذلك بنلاحظ أنه قبل 2014 قبل أولمبياد سوتشي كان هناك محاولة لاستقطاب الشراكسة من خلال مثلا الجمعية الشركسية العالمية، سووا وفد زار منطقة سوتشي، القرى الشركسية في المنطقة هناك توابسة وغيره، إنه عشان يعرضوا عليهم كيف حياتهم، كيف في مدارس لهم، كيف الطرق معبدة لهم، الخدمات إلى غير ذلك، وإنه يسمح لهم تعلم اللغة الشركسية إلى غير ذلك من الأمور. فكان محاولة يبدو واضحا إنه تأثير هذه الوقفات كان واضحا وكان إيجابيا. بعد 2014 طبعا تحول الحال، لأنه اللي حضر معي المحاضرات من زمان احنا لما تحدثنا عن الانتخابات الروسية الداخلية، لما قلنا النظام السياسي الروسي لازم أفهمه، لما قلنا أهم نقطة حاليا اللي الآن احنا لازم نفهمها، أن هناك علاقة تاريخية معقدة مع الدولة الروسية. لازم نفهمها ولازم نعيد ترتيب هذه العلاقة بالطريقة اللي تهدف أو خلينا نحكي تخدم مصلحتنا القومية. فهذا الترتيب أو خلينا نحكي هذا لما كنا نحكي عن انتخابات داخل روسيا الاتحادية، عن العقوبات اللي صارت، عن أزمة القرن، أوكرانيا، غير ذلك، حكينا أو كانت الخلاصة إنه الآن روسيا الاتحادية سوف تذهب نحو التصادم. فبالتالي احنا هاي الدولة في هاي الحالة ستنتقل إلى مرحلة أخرى أو إلى حالة أخرى، راح تزيد القبضة الأمنية، راح تزيد القبضة الحديدية الموجودة فيها، راح نتذكر نوعا ما الستار الحديد أيام الاتحاد السوفيتي. فبالتالي قد تتغير الظروف، وهذا ما يستدعي أيضا تغيير التكتيك أو تغيير السياسات المتبعة للمهاجرة، أنه مش كل مرة تأتي الوقفات بتأثيرها أو تعطي النتيجة ذاتها، استمرار فيها ولكن بالتأكيد بصور أو بأشكال مختلفة. فروسيا زي ما قلت كانت تروح التصادم، وفعلا هذا الحادث اللي بنشوفه حاليا. كان الآن في عندها مشاكل مع أوروبا، مع الولايات المتحدة، داخليا أصبحت خلينا نحكي أكثر تشددا، أكثر تزمتا، أصبح حالة اللي حذرنا أو كنا خايفين منه فعلا، حالة الاستقطاب الحاد إنه يصير بين المجتمع الشركسي، مش حتى في روسيا، لا المجتمع الشركسي والشعب الشركسي، إنه يا مع يا ضد. وهذا بالتأكيد عملية الاستقطاب الحاد عادة يعني بتكون أثرها سلبي، خاصة لما يكون على شعب زي شعبنا إمكانياته وقدراته محدودة حقيقة. يعني عملية الاستقطاب الحاد بتكون سيئة نوعا ما، لأنه بتخليك أنت رهن لإرادة الآخرين وليس لإرادتك القومية أو لإرادتك السياسية الخاصة فيك. وهذا للأسف ما حدث بعد 2014 لغاية حالتنا هذه، أو خلينا نحكي مرحلتنا الموجودين هنا فيها. طبعا بدي أضرب مثال إنه عملية الوقفات هاي كيف كان إلها صحيح إيجابي، ولكن كان في إشي لابد أن نلفت النظر له، إنه في تلك الوقت أنا يعني شخصيا بدي أضرب مثال شخصي عشان أقرب الصورة قدر الإمكان. أنا ما كنت في المنظمة في المؤسسات الشركسية يعني فاعل على الساحة أو كذا، أنا اللي كانوا يعرفوني عن طريق المقالات، عن طريق الدراسات، عن طريق كذا فقط لا غير. فكنت أتواصل بهذه الطريقة، يعني كنت أتعرف على الأشخاص المهتمين بهذا الشأن. إجا 21/5 قبل 2014 نتيجة ألعاب سوتشي بدهم ينظموا وقفة إلى غير ذلك، طلب مني فعليا إني أكتب وقتها خطاب إنه غير يسلموه وقتها السفارة الروسية. طبعا كنت لسه بخلص ماجستير جديد ومعتبر حالي واصل لنضوج سياسي عالي وكذا. بلشت والله أكتب خطاب بوريس يلتسن على اعترافات الجمهوريات الشركسية بالإبادة الجماعية، يعني أشير إنه إحنا صرنا قاطعين نص المسافة، بدنا نلقي الكرة الآن بملعب روسيا الاتحادية، إنه أنت تقريبا خلاص معترفة، إحنا هذا الموضوع منتهيين منه، انت معترفه تقريبا بطريقه غير مباشره انه انت معترفه، احنا بدنا يلا تكملي اجراءاتك اللي موجوده.
وبنفس الوقت تحل من الإشكالية التشريعية اللي صارت، إنه هاي البرلمانات جزء من المنظومة التشريعية عندك يا روسيا الاتحادية، روح يحليها. يعني هاي يعني معترفين بالإبادة الجماعية. يعني وقتها ضربت مثال، تذكروا لما يكون مثلا محافظة معان تيجي تعترف بالإبادة الجماعية بالكونغو مثلا، وهي جزء من المملكة الأردنية الهاشمية، فبالتالي بده يكون له تأثير، أنا بحكي على النظام السياسي داخل هذه الدولة. فنفس الشيء بالنسبة لروسيا. ففعليا حبيت أقوم بعملية تقييم للخطوات اللي تمت بهذاك العام أو بهذيك الوقفة، إنه خليني أشوف إنه سيكون هناك استمرارية أو شو راح ننتفع من هذا الإجراء أو هاي الوقفات أو هذه الوقفة فيما بعد. طبعا تم تقديم الخطاب وتمت الوقفة وإلى غير ذلك. طبعا أولى الملاحظات كانت عندي أني نجحت في عملية فعلا التحول التطبيقي، أنه كنت أنا دائما بكتب في مقال في إحدى المقالات أنه في سؤالين: ماذا يريد الشراكسة؟ ومن يمثل الشراكسة؟ كنت بالمهجر بصراحة عاجزين عن إجابة هذا السؤالين تقريبا، ما في عندنا إجابة، ندور بس. عند تقييم الوقفات الموجودة وجدت أنه مجموعة الناشطين أو عدد كبير منهم يختلفوا بالرواية الشركسية، وهذا أمر يعني سلبي يمكن تصنيفه بصراحة، لأنه الآن هناك من يرى أن الشعب الشركسي دخل حرب مع روسيا القيصرية وتم تهجيره وإبادته واقتلاعه من أرضه اقتلاعا وطرده. هناك من يرى أنه لا، الشعب الشركسي السبب دينيا، فنتيجة الاضطهاد الديني غادر بلاده. هناك من يرى أنه هو خير ما بين أن ينتقل للسهول ولكنه أصر على الجبال، فطلب منه أنه يهاجر. إذا مش عاجبك تنزل على السهول بدك تضلك بالجبال، لا بدك تهاجر، فقام بالهجرة. هناك من يرى، طبعا هذا مع تطور الرواية الروسية، لأنه كانت عملية مبادلة ما بين المواطنين الدولة العثمانية اللي هم الشركس على الأراضي القيصرية باعتبارها صارت الآن القفقاز، وما بين بعض اليونانيين المقيمين أو خلينا نحكي الرعية أو الرعايا الروس المقيمين في تركيا، فتم نقلهم، عملية تبادل وإلى غير ذلك من الروايات الموجودة. فكل شاهدت أنه نتفق بالخطوط العامة، ولكن للأسف التفصيلات ما تزال بحاجة إلى عمل كثير. ليش؟ لأنه الأساس نوعا ما ضعيف، لأنه فعليا لازم يكون عندك رواية واحدة. لما تروح عند أي شعب أو خلينا نقول قريب من الشعب الشركسي أو يعاني أو عنده معاناة أو عنده قضية، لما تشوف الأرمن، يعني ما بحب دائما يكون مثال، أنا قلت لكم مش المثال الذي يحدث دائما مع احترامنا لهم، ولكن راح تلاقي أنه كل موضوعهم حول المذبحة الأرمنية. لما تحكي مع الأكراد عملية توزيعهم الجغرافي أو الديمغرافي حول 3 أو 4 بلدان، فهاي عندهم إشكالية. مثلا فلسطينيين، صراع، احتلال، كذا، هناك الخطوط والتفصيلات تبقى مفاوضات إلى غير ذلك، مقاومة، ولكن هناك اتفاق حتى على التفاصيل الموجودة، ولا اختلفت في التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، ولكن الرواية واحدة. إحنا لا، كان في عندنا خلاف واضح جدا بعملية الرواية، وهذا الأمر اللي ساهم كمان إنه نجعل، يعني خلينا نحكي نرمي طوق النجاة لروسيا الاتحادية آنذاك. يعني تخيلوا أنت بال 2008 أتوقع 2007 لما وقفوا أمام مبنى الأمم المتحدة مجموعة من الناشطين الشراكسة بيطالبوا بالإبادة الجماعية وفري شركسي وإلى غير ذلك، كانت الجمعية الشركسية في نيوجيرسي ترسل رسالة تهنئة بذكرى الانضمام الطوعي لرؤساء الجمهوريات الشركسية آنذاك. فلاحظ كيف أنا ألقيت له، يعني بهذاك الوقت لو في دولة بدها تدعم أو بدها تدخل، مثلا الولايات المتحدة الأمريكية بكل ثقلها بدها تدعم مثلا على فرض القضية الشركسية، يعني راح نكون فرغناها أهميتها. يعني إذا بيحكوا عن إبادة جماعية 300 أو 10 أشخاص أو 30 أو 300 شخص أمام المبنى المتحدة، هناك آلاف بالعكس بيهنئوا، بتمثلهم الجمعية الشركسية بنيوجيرسي بتهنئ بالانضمام الطوعي، وما دام في انضمام طوعي إذا لا يوجد إبادة ولا يوجد تهجير. فلاحظوا كيف، لأنه فعليا هاي إشكالية، ونحن نسعى دوما لإيجاد الهياكل البديلة. أنا ما باجي مثلا أصلح المنزل من الداخل بعدين للخارج، لا، بزعل
يعني كنت لسه أنا ومعتز والله قاعدين نحكي بالموضوع قبل المحاضرة، إنه إحنا باجي أنا بزعل من الجمعية الشركسية ما طبقت لي إشي أو ما ردت علي بشيء، بروح بدي أسوي جمعية ثانية خلص. أما ما بحاول أضل إنه على الانتخابات مثلا إني أحاول إني أنزل بكتلة، أنزل إشي، أوصل لإدارة هاي الجمعية وأحاول إني أغير وأعدل. يعني زي ما نحكي دائما إنه أنت بتنزل بإدارة جمعية بالانتخابات الموجودة، أنت عندك الجمعية الشركسية العالمية هي أداة. هاي الجمعية الشركسية العالمية معترف فيها من الدولة الروسية، وهي تضم أعضاء من خارج روسيا الاتحادية، فبشوف أهميتها وبشوف كيف إنها فريدة من نوعها، فأنت بتقدر تطرح هيك شغلات. فهذا التراكم أو شاهدنا كيف يفرق كان العمل السياسي أو خلينا نحكي المجهود الشركسي والجهود الشركسية للأسف، لأنه الأساس لم يكن إن صح التعبير ثابت، لأنه إحنا رواية واحدة ما في عنا، توظيف تاريخي ما في عنا، وهي إشكالية كبيرة بنعاني منها. طبعا أنا من خلال متابعتي كنت وقتها لما قيمت هاي الأمور استنتجت إنه لازم يكون عندنا مرجعية بحثية دراسية، فحاولت أكمل الدكتوراه بهذا الشأن عشان أكون يعني مختص بالشأن الشركسي، عشان أقدر إني أو أحكي إني أضفي شرعية على كلامي لما أتحدث وقتها، فكملت الدكتوراه وقتها. ولكن أغفلت أو راحت عن بالي موضوع السوشيال ميديا. أنا راح عن بالي إنه الفيسبوك راح يتطور، وما كنت أعرف راح يتطور بهذا الشكل، لدرجة إنه أنت يعني ستقع في بحر من الفوضى. يعني لما أحكي عن التوظيف التاريخي، يعني في ناس بحب إنه يكتب أو ينشر أو يضع إنه والله إحنا كنا زي ما قلت لكم جزء من الرواية الروسية، تتقاطع مع الرواية الروسية، إنه إحنا مجموعة قبائل كنا متناحرة في منطقة شمال القفقاز، وكان بعضنا يدين بالولاء لروسيا القيصرية فعليا، والبعض الآخر للدولة العثمانية. من أجل إنهاء هذا الخلاف اضطرت روسيا من أجل حماية حدودها، من أجل الحفاظ على مصالحها، من احتلال بعض المناطق الموجودة في منطقة شمال القفقاز، ونقل المواطنين التابعين للدولة العثمانية إلى الأراضي العثمانية، زي ما جابتهم الدولة العثمانية تأخذهم. كان هذا الأساس يعني أو اختصار للرواية الروسية اللي هي طويلة وشرحناها في محاضرات سابقة. فعلى هذا الأساس وعلى هذا الكلام عملية التوظيف التاريخي للأسف وجدتها ضعيفة جدا، فهذا أدى إلى عدم الاستمرارية الموجودة. لأنه أنا مش فاهم النظام السياسي الدولي، إنه بعد 2014 اختلف الموضوع، روسيا صار عندها نوع من التقوقع خليني أحكي داخل على نفسها، أصبح هناك تفاعلها بالنظام الدولي تصادم، فبالتالي هي غير مهتمة بعلاقات أو إنها والله مصالح خارجية إنه ممكن تأثر عليها مثل القضية الشركسية. أصبح بالنسبة إلى هذا الموضوع زي ما هو حاليا، زي ما بنشوف كل يوم التصريحات، صراع بقاء موجود. وإلى السنة هاي أو إلى هذا العام زي ما حكينا، يعني بعد أيام قليلة إن شاء الله راح يكون 21/5، لاحظنا أنه مثلا كيف في تركيا أعلنت الكفد بأنها ستذهب إلى بروكسل وستقوم بتقديم طلب بخصوص القضية الشركسية إلى البرلمان الأوروبي. طبعا هو شيء جيد أنه يحصل على اعتراف أو على قرار من البرلمان الأوروبي، ولكن هون لابد أن نشير أنه في هذا الموضوع قراءة سياسية، لأنه زي ما حكيت دائما السياسة تختلف عن ما يتجه إليه العامة أو ما يفكر به العامة. الآن تركيا وروسيا الاتحادية هناك مصالح مشتركة. قبل فترة شغلوا المفاعل النووي، وقبل فترة تحدثوا عن مركز تجميع للطاقة الغاز داخل تركيا قبل الغاز الروسي، بهذا مصالح اقتصادية. بالإضافة إلى أن الأزمة السورية وتطوراتها الحالية تعني بالضرورة أن هناك مصلحة تركية روسية بإنهاء هذه الأزمة من أجل عودة العلاقات سواء العربية التركية أو التركية العربية مع سوريا بالتحديد، مع الدولة السورية. في نفس الوقت مشكلة الأكراد ممكن أن تحل الآن أو تأخذ الدولة التركية التطمينات بهذه المشكلة من خلال روسيا الاتحادية. فبالتالي الآن جميع العوامل والظروف الدولية أو الإقليمية المحيطة كلها تفرض على روسيا وعلى تركيا التعاون وعدم التصادم، خاصة الآن في انتخابات راح تكون ب 14/5، ما بنعرف شو اللي بده يطلع أيضا
الرئيس القادم، أو خلينا نحكي الإدارة القادمة لتركيا، السياسية القادمة لتركيا. فبس بالمهم أنه حاليا الظروف هاي لا تقتضي التصادم. فيبدو أنه عملية نقل الكفد، يعني الأولى أنه الكفد يقدم للبرلمان التركي يطلبوا قرار بخصوص القضية الشركية، سواء الاعتراف بالإبادة أو غيره، ولكن الحجة أنه ستكون أيام قليلة وفي زلزال عندهم ضاربهم وإلى غير ذلك. ولكن المنطق أنه أنت تقدم للبرلمان التركي بداية، كونه لك أنت الثقل على اعتبار داخل هذه الدولة من أجل عدم الدخول في هذا الإحراج. ولاحظوا هنا تختلف، حكينا في أول المحاضرة الإرادة السياسية تختلف. تم نقل الموضوع إلى البرلمان التركي، البرلمان الأوروبي عفوا، عشان يقدموا هناك الطلب. طبعا هناك بعض الأصوات بتنادي إلى إعادة هذا الموضوع إلى البرلمان التركي، وإنه لا، بدنا نقدم يكون على أجندة البرلمان التركي الاعتراف بالإبادة الجماعية الشركسية. وإن شاء الله أنهم ينجحوا في هذا الموضوع، لأنه الأولى أنك تخليها في تركيا ثم تنتقل إلى أوروبا أو إلى البرلمان الأوروبي، خاصة أنه الكفد بالتحديد يعني كأنها سبقت شركس فد في هذا الموضوع. كان ممكن أنها توزيع الأدوار تخلي شركس فد هي اللي تروح فعلا تقدم هذا الطلب. الكفد كونها عضو بالجمعية الشركسية العالمية أنها لا تسوي هذا الطلب بشكل مشروع وتقدموا في اجتماع راح يكون بشهر 9 للجمعية الشركسية العالمية. الجمعية الشركسية العالمية طبعا الحجة راح تكون أنا مش جمعية سياسية ولا منظمة سياسية، ماشي، ما بدك تناقشي هذا المشروع، بدك توصل هذا المشروع أو هذا الطلب للرئاسة الروسية. فأنت بتستنفذ جميع مساعيك، أو خلينا نحكي جميع جهودك داخل روسيا الاتحادية وداخل الدولة التركية. ثم أو ممكن أنك تترك موضوع أوروبا لمن يعني له خبرة أكثر في هذا الموضوع. على كل حال يعني بجزء من 2019 كان هناك دعوات، أو يعني كان برأيي الشخصي أنه إحنا أو خلينا نحكي الناشطين الشراكسة يا ريت يكون يعني تركيزهم في هذه الوقفات وفي هذه الحالات على الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه 30 أو 20 شخص يوقف قدام السفارة الروسية في واشنطن تأثيره مختلف تماما لو وقف الآلاف مثلا أمام السفارة الروسية في عمان أو تركيا. له تأثير ولكن مش بذاك التأثير الموجود، خاصة بالظرف الحالي. لما يكون في انتخابات بالولايات المتحدة الأمريكية، إنك أنت تدخل أو تطرح قضيتك على أحد المرشحين أو تحاول أنك تعرض قضيتك في هذا السباق الانتخابي بالتأكيد مهم جدا. لأنه تخيل لو مرشح للرئاسة الأمريكية والله جاب سيرة القضية الشركسية في هذا الوقت أو في هذه المرحلة، أكيد يعني بوتين ما راح ينام بالكرملين المكتب، لا طيارة راح تخوف ولا شيء، راح يكون خايف من هذا الموضوع. أما والله أنا لو أكتب بوست عبارة عن 6037 ألف حرف وأحطه على الفيسبوك أهاجم وأنتقد الدولة الروسية، بوتين ما راح يزعل وراح ينام ليل، يعني ما في عنده مشكلة. اللي راح يخاف منه أو الغير يعمله هو إذا شاف والله فعلا هناك تحرك في منطقة خلينا نحكي حساس اللي هي سوبر باور بالنسبة للنظام الدولي زي الولايات المتحدة الأمريكية. عملية نقل لأوروبا أو لدول الشرق الأوسط تتزامن زي ما حكينا. الوقفات لما كانت بين 2007 و 2014 كانت بدايتها في الولايات المتحدة الأمريكية أمام مبنى الأمم المتحدة، عشان هيك كان لها أهمية كبيرة جدا. الوقفات الأخرى أعطتها إضافة، أعطتها زخم. فنفس الشيء الآن عمليا في الظرف الدولي الحاضر بالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية هي تستطيع فعلا نقل القضية الشركسية إلى مستوى آخر. وعلى أقل تقدير زي ما حكينا مع الأزمة الأوكرانية وانعكاساتها للشأن الشركسي، ولو أن الموضوع يطول لكن باختصار وعجالة، أنه نحن في حال يعني ضربنا مثال أو سيناريو إذا انهارت روسيا الاتحادية شو بده يصير بالجمهوريات الشركسية؟ هل الجمهورية اللاذقية بنسبة الشراكسة الديموغرافية اللي فيها وإحاطتها بكل هذا المحيط القوزاق الروسي هل ستستطيع الصمود؟ هل سيكون هناك جمهورية الكوبان للقوزاق؟ هل سيتمكن مثلا جمهورية القبادية أو مثلا تشيركسك من الحفاظ على نفسهم؟ أم أن تركيا ستدعم الشعوب الطورانية الموجودة من القرشاي والبلقاء؟
أو أنه سيكون هناك رأي آخر للشيشان اللي سوف ينقلبوا على النظام في موسكو وغير يرحبوا زي ما صار بالعراق. شفتوا كيف؟ أنه غير يكون لهم اليد العليا، ووقتها شو راح يكون مصير المناطق الشركسية. فوجود دعم، أو خلينا نحكي وجود احتضان لهذه الفكرة الشركسية من قوة مثل الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي لحد الآن فعليا سوبر باور أو القوة العظمى بالعالم، احتضانها للفكرة الشركسية أو دعمها للفكرة الشركسية بالتأكيد ستغير كثيرا. بس كيف بدها تغير أو كيف بدها تدعم هاي الفكرة إذا أنت مش شارحها ومش انفولد داخل النظام السياسي الأمريكي، مش شارح قضيتك هناك، أو مش مقدم لنفسك يعني خلينا نحكي برزنتيشن صحيح داخل هذه الدولة. الاعتماد على زي ما قلت على العالم الافتراضي معارك دمشقية لن توصلنا إلى أي مكان، لأنه جربناها طوال السنوات الحالية لغاية الآن. أما الوقفات زي ما حكيت على أرض الواقع كان لها تأثير آخر. على كل حال أنا بنهي محاضرة اليوم إلى هنا، فأي ناس عنده مداخلة عنده سؤال يتفضل مشكورا.